سنة 2001 كان واحد الراجل سميتو غريغوري بيكس عنده 37 عام وخدام في البناء الحر، وكان ساكن ديك الساعة غير في واحد الملجأ ديال المتشردين في تكساس. هاد الراجل هذا واللي غنسميوه غريغ باش نختصروا الاسم ديالو، كان ديك الساعة كيمر من واحد الفترة صعيبة، كيسلك راسو نهار بنهارو، ومع ذلك كان انسان ايجابي بزاف وكيحاول يتضارب مع الحياة ما امكن. غريغ كان عنده واحد الابن عنده 18 عام وساكن مع الام ديالو، ومع ذلك غريغ كان قريب ليه بزاف، كان كيحاول يخرج معاه ما امكن، يهضروا يجمعوا ويجلسوا يتغداو في شي بلاصه، فكان قريب ليه بزاف. غريغ كان معروف بواحد الحاجة، كان إنسان طيب بزاف وخدوم ظريف وعز عليه الناس ويجمع معاهم ويتعرف على ناس جداد، ولكن للأسف كيطيح بزاف في ناس ما مزيانينش. كان من داك النوع ديال الناس اللي كيتمسكوا بأي علاقة جديدة دخلت لحياتهم، سواء كانت علاقة حب أو علاقة صداقة، لواحد درجة كبيرة بزاف، لدرجة أنه كيعطي بزاف في ديك العلاقة أكتر من الطاقة ديالو، لدرجة للأسف أن بزاف د الناس كيستغلوا هاد اللطافه ديالو وهاد الطيبوبه ديالو.